يا رب حبب فينا خلقك واجعل في وشنا القبول. قولوا امين. مساء الخير، مساء الخير على جمهور نادي الاهلي العظيم. مساء الخير على الملايين اللي بتتفرج علينا داخل وخارج مصر. مساء الخير يا جمهور يا عظيم يا متصدر اول 4 مراكز في الترند. مساء الخير عليكم. انا سهام صالح معاكم كل يوم من الحد للخميس في بيتنا الكبير، البيت الكبير ده اللي هيكون معاكم يوميا من 10 ل1 مساء علشان نتكلم في كل حاجة. انتوا جمهور عظيم وانا فخورة، وده او دي لحظة تاريخية في مجالي المهني اني اكون النهاردة موجودة معاكم في منصة عريقة تمثل النادي الاهلي. او حاجة عايزة اقولها لكم كده النهاردة في البيت الكبير لما قالوا لي ان انا هعمل البرنامج ده، وده على فكرة من أول يوم الكلام ما كانش على أي برنامج خالص، ولو أنه يعني أي برنامج هقدمه في قناة النادي الأهلي ده يمثل يعني حاجة كبيرة جدا بالنسبة ليا، ولكن كان الاتفاق من أول يوم على برنامج البيت الكبير. يا رب حبب فينا خلقك واجعل في وشنا القبول. قولوا آمين. لأن الكلاسيكو كان لازم ظهورنا الأول يكون في يوم مش عادي ومع ماتش مش عادي. أهلا بيكم في الظهور الأول لبرنامج الكلاسيكو اللي بنوعدكم إنه يكون مختلف شوية أو مختلف كتير إن شاء الله. أنا فرحانة النهاردة إن الطلة دي بتكون من خلال شاشة بحجم شاشة DMC اللي بتقدم أول برنامج رياضي في تاريخها، فإن شاء الله نكون على قد الثقة دي ونمثل إضافة حقيقية لخريطة فيها كل شيء ممتع بالنسبة لحضراتكم. أهلا بيكم. يا رب حبب فينا خلقك واجعل في وشنا القبول. قولوا امين. طبعا ناس كتيره قوي تعرف يعني تاريخ الدعوه دي، وانا بتفائل بيها جدا، وعهدت نفسي في اي تجربه جديده لازم اطلع اقولها، لان انا يعني زي ما تقولوا كده ايه، اعتقد كده وبحس انه ربنا بيستجيب ليا. انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. انا معاكم النهارده في برنامج الكلاسيكو. انا وفريق عمل البرنامج اخدنا عهد على نفسنا إننا نقول الحقيقة، ما نقولش غير الحقيقة. ده الوعد اللي بنوعدكم بيه من هنا، وعد بالأمانة، وعد بالمسؤولية، وعد بالاجتهاد، وعد بالسرعة، وعد بوجبة مفيدة ومسلية، لأن أنت في الآخر بتتكلم كورة. وعدنا نفسنا إن احنا نشارككم ده، وفكروني دايما، يعني دايما فكروني بيه لو نسيت. تابعوني يوميا على شاشة أون سهام صالح. أي حد هيقولك إنه ما عندوش انتماء، أو إنه بيشجع أو ما بيشجعش كورة، أو إنه ملوش فريق بيشجعه معين أو بينتمي ليه، أو أنا بتابع الكورة بس علشان أنا ده شغلي، أعرف إنه ما بيقولش الحقيقة. لأن كلنا أعتقد عندنا انتماء، عندنا نادي أو فريق بننتمي ليه، وعلى فكرة ده مش عيب ولا حرام. أنا برضو عندي انتماء، يعني يمكن أنا مش غريبة خالص عن الجمهور، ومعروف انتمائي إيه، ومعروف بنتمي لنادي إيه، وما كنتش لابسة طاقية لخفة وقلعتها فجأة فأنتوا شفتوني فجأة واتفاجئتوا بيا. لكن إحنا هنا شعارنا الوحيد هو إن إحنا برضو هقولها لكم تاني نقول الحقيقة، الحياد، وإن كل واحد ياخد حقه، وإن هو ده اللي ضميري وضمير فريق العمل واللي ربنا يعني أمرنا بيه، إنه إحنا نقول كلمة الحق في أي إيجابيات هنتكلم فيها، السلبيات برضه هنتكلم فيها، لأن هدفي الوحيد هو إن إحنا ننقل الصورة على طبيعتها لحضراتكم.